كنا اتكلمنا في حلقة قبل كده على الجمع والمفرد في اللغة الإنجليزية، مفرد وإزاي تجيب منه جمع. هسيب لك الحلقة دي لو ما كنتش اتفرجت عليها في الديسكريبشن بتاع الفيديو. النهارده بقى معانا حالة غريبة جدا لكن في نفس الوقت بسيطة. معانا أسماء في اللغة الإنجليزية مفيش منها غير جمع فقط. إزاي نستخدمها في جملة وإيه الأخطاء الشائعة؟ ده موضوع مهم جدا، فاتفرج على الفيديو. يلا بينا. طيب قبل ما نعرف ازاي نستخدمها، ما تيجي ناخد امثله للاسماء اللي بتبقى جمع دي فقط. اغلبهم بيبقى موجود في الكلوز، الملابس، زي pants، زي jeans، زي boxers، زي glasses، زي trousers. ممكن كمان يبقوا tools، الادوات، pliers، tweezers، headphones، scissors. وممكن يبقوا كلمات تانية زي belongings اللي هي الحاجات بتاعتك او الحاجات اللي بتنتمي اليك، belongings، او outskirts، outskirts اللي هي حدود المدينة. دي كلها اسماء جمع، ولو لاحظت عليها اسم وملهاش مفرد. لما تيجي نعرف ازاي بنستخدمهم، اول حاجه في استخدامهم ان احنا بنستخدمهم مع فعل جمع. لما بنيجي نستخدمهم في الجمله، واحد يقول لي هو في الانجليش في فعل جمع وفي فعل مفرد؟ اقول لك or مثلا كمثال. or بنستخدمها مع الحاجات الجمع زي we، زي they، زي you. ما you معناها كمان انت وانتم، اوكي، او اي اسم جمع في الدنيا. فما تستخدمهاش مثلا مع is، بتستخدمها مع have، ما تستخدمهاش مع has، وهكذا. في افعال جمع في اللغه الانجليزيه يعني بتيجي مع ضمائر جمع او مع اسماء جمع. خلينا اديك مثال عشان تفهم. my jeans، اوكي، are expensive. مش هتقول is expensive. my jeans يبقى are expensive. my headphones، اوكي، have a noise cancellation feature. يعني الهيدفونز بتاعتي فيهم خاصية كنسلة الإزعاج، أو إن يبقى ما فيش إزعاج، إلغاء الإزعاج اللي حواليا. أنا قلت have ما قلتش has. يبقى الأسماء دي لو مش جاوا قبلها أي حاجة أو وراها أي حاجة، اعرف إنك هتستخدمها مع فعل جمع. تاني حاجة، لا يجوز استخدام الأسماء الجمع دي مع A أو an بما إنهم جمع. يعني ما ينفعش تقول I bought a glasses، ما يمشيش. لازم تقول I bought glasses بس كده. يبقى لأنها جمع ما ينفعش تستخدمها مع A ومع A. أو مثلا I use scissors، حتى لو هو مقص واحد، مش I use a scissors، I use scissors. بعد يقول لي طيب انا كده فهمت. افرض انا عاوز، يعني هي اسماء جمع بس انت مش محدد اذا كنت انت بتتكلم على حاجه ولا حاجات. افرض انا عاوز احدد، يعني عاوز اقول حاجه واحده، عاوز اجيب المفرد منها من الاخر. في كلمه سحريه اسمها a pair of، ودي معناها جزء من حاجه، او بالذات يعني لان اغلب الحاجات دي هتلاحظ انها جزئين، البنطلون جزئين، النضاره فردتين، وهكذا. يعني مثلا خليني اديك مثال. لما اقول لك a pair of jeans، ده معناها بنطلون لوحده، اوكي. a pair of jeans. I bought a، وهنا تحط a عادي بقى لانها مفرد، a pair of. I have a pair of scissors، اوكي، انا معايا مقص، تمام. بس لسه لان هو اسم جمع، بس اغلب الناس بتقصد بيه حاجه مفرده، فانت ممكن تقول I have scissors، وممكن تقول I bought jeans. بس انت عاوز تبقى محدد قوي وتقصد انك بتتكلم على حاجه واحده، استخدم ساعتها a pair of. بس في الغالب لو استخدمت الجمع برضه هيدركك الناس انك بتتكلم على شيء واحد. فلو قلت I have a pair of scissors او قلت I have scissors بس انت مش محدد. a pair of يعني انت بتتكلم على مقص واحد فقط. واحد يقول لي طب انا عاوز اتكلم عن اكتر من مقص، يعني انا لا عاوز اقول جمع مفتوح ما نعرفش العدد ولا مفرد حاجه واحده. هتجيب رقم قبل a pair of. يعني مثلا I have two pairs of scissors، يعني أنا عندي جوزين مقصات. أو I have three pairs of jeans، أنا عندي 3 بنطلونات. يبقى دي رابع حاجة، تمام. لو أنت عاوز تحدد العدد بالظبط هتجيب الرقم قبل pairs of. يبقى احنا فهمنا النهارده ان في كلمات في الانجليش ملهاش غير جمع فقط، ولو مش جاي وراها حاجة بتاخد فعل جمع، وقلنا الأمثلة بتاعتها.
كمان قلنا لو عاوزين نجيب مفرد منهم بنستخدم قبلها a pair of. ولو عاوز تجيب الجمع بتاعهم، او مش الجمع، هما كده كده جمع، لو عاوز تقول اكتر من رقم او اكتر من عدد بتجيب الرقم قبل pairs of. two pairs of, three pairs of. افتكر كمان ان الاسماء دي لانها دايما جمع ما ينفعش انك تجيب معاها a او an، لان دول للمفرد زي ما درسنا قبل كده. لو الفيديو عجبك شير ولايك واشترك في القناة ودعم المحتوى، وخلينا نشوفكم على خير. سلام.